كان بقالي كتير قوي نفسي اكل كبده وسجق من عربيه كبده، بصراحه بيبقى ليها طعم وجو تاني كده. فقلت اطلع على ميحة في مدينه نصر عند قهوه جده، وما شاء الله المكان على طول زحمه عندهم علشان اكلهم نضيف وكل حاجه بيعملوها قدامكم. فما لاقيش بقى حد يقول لي في الكومنتات عربيات الكبده وازاي. يا جماعه انا كنت انا واصحابي وكلنا كلنا ومحدش حصل له حاجه، وانا جاي احكي لكم على التجربه عادي جدا واوريكم اصلا الاكل وهو بيتحضر من الاول خالص. مبدئيا كده هم مش بس عندهم كبده وسجق، هم عندهم برجر وستريبس وبانيه وكفته وبطاطس، يعني مش شرط تقعدوا تاكلوا كبده وسجق، ولو ان يعني هيفوتكوا كتير. وهوريكم دلوقتي بيحضروا السجق ازاي. شويه زيت قد كده بالظبط، واول ما يسخن ينزلوا عليه بالبصل والطماطم والفلفل الحامي، وبعد كده ينزلوا بالسجق والصلصه ويسيبوه يستوي. ومش بس كده، كمان عندهم سجق مفروم او سجق على الجريل، وانا قلت ادخل كده اخد واحده سجق من على الجريل قبل ما يضيفوا عليها اي حاجه، وبصراحه كانت خطيره. ونفس الكلام الكبده بينزلوا بالزيت وبعد كده يحطوا فيه الكبده وعليه فلفل حامي وفلفل رومي، وانتوا واقفين بتشوفوا كل الاكل وهو بيتحضر قدامكم. والكبده بصراحه عندهم كانت عظيمه. واي ساندوتش تقدروا تطلبوه في فينو او بلدي او فرنساوي، والمنيو كله اصلا اسعاره حلوه جدا. يلا خدوا صحابكم واطلعوا على ميحة، وما تنسوش تختموا بالبيبسي.